هديكي موبايل وخاتم بس تسيبيه لنفسك خالص. مدير مدرسة حاول استغلال طالبة في أولى ثانوي عنده في أول أيام الدراسة في أغراض مش تمام، والدنيا كلها اتقلبت. قصة هزت الرأي العام النهاردة لما قدمت طالبة في أولى ثانوي محضر رسمي بتتهم فيه مدير مدرستها بمحاولة استغلالها جوه مصلي المدرسة. فيا ترى الحكاية والتفاصيل؟ تعالوا نعرف سوا في الحدوتة وما فيها. حالة من الصدمة هزت الرأي العام وخصوصا في القليوبية لما اتقبض النهاردة على مدير مدرسة بعد ما الطالبة نفسها بلغت ان في محاولة استغلال حصلت جوه مصلي المدرسة وقدمت ده في محضر رسمي. القصة بدأت لما المدير المدرسة في منطقة كفر شبين في القليوبية عمره 58 سنة استدرج الطالبة للمصلي وبدأ يحاول يتقرب منها بشكل غير لائق، مستغل إغراءها بهاتف محمول وخاتم ذهب وكأنه بيستعمل الهدايا دي عشان يسيطر عليها. لكن المفاجأة إن الطالبة كانت شجاعة جدا ورفضت تصرفاته وصدته وغادرت بسرعة وهي في حالة خوف وقلق. وأول ما خرجت كلمت شقيقتها اللي اتصرفت بسرعة وطلبوا النجدة. البنت كانت شجاعة جدا رغم صغر سنها اللي ما تعداش 15 سنة، وفور ما وصلت الشرطة قبضوا عليه وفتشوا تليفونه وطلع الكارثة الأكبر فيديوهات ومقاطع غير لائقة موجودة عنده. ومع التحقيق بدأ يبان إن الموضوع مش واقع فردية، بالعكس في تلميحات